حصن الوداد بعض نجومه خلال تمديد عقودهم لفترة إضافية تحسبا للعروض التي ما فتئوا يتوصلون بها بعد موسم إيجابي على المستوى المحلي والقاري. ونجح سعيد الناصري رئيس الوداد الرياضي في إقناع ثلاثي الوداد يحيى عطية الله وأيوب العملود وأيمن الحسوني بتمديد عقودهم حتى يستفيد الفريق من صفقات انتقالهم خلال المرحلة المقبلة. وذكرت مصادر مطلعة أن العملود وعطية الله مددوا لموسمين في حين اكتفى الحسوني بالتمديد لموسم واحد. وحسب معطيات أكدها الصباح فإن الناصري لم يجد صعوبة في إقناع الثلاثي باستمرار رفقة الوداد، خصوصا أنه سدد مستحقاتهم العالقة في انتظار التفاوض مع رضا التقنوتي الذي يقضي فترة نقاهة بعد العملية الجراحية التي خضع لها حوالي شهر، والعميد يحيى جبران والجناح محمد أونجم. بالمقابل رفض الليبي مؤيد اللافي مناقشة العروض التي توصل بها محليا. وكتب اللاعب الليبي مؤيد اللافي على صفحته بإنستغرام: أفضل العودة إلى الدوري الليبي إذ تعذر علي استمرار رفقة الوداد الرياضي. ولعب اللافي لأهلي طرابلس الليبي قبل أن يتعرض الموسم الماضي لإصابة بالغة أثرت كثيرا على مردوديته. وتلقى الجزائري الحسين بن عيادة عرض من شباب الوزداد الذي يمارس بالدوري الجزائري الممتاز. وأكدت جريدة صباح المغربية أن الوداد أبدى موافقته على مناقشة العرض، خصوصا أن اللاعب متعدد الإصابات وغاب كثيرا عن المباريات خلال الموسم الجاري. وبات بن عيادة خارج حسابات البلجيكي فاندنبروك مدرب الوداد الذي نادرا ما اعتمد عليه في المباريات المحلية والقارية منذ التعاقد معه. ويستعد الوداد الرياضي الموسم المقبل للمشاركة في عصبة الأبطال للمرة التاسعة على التوالي، إضافة إلى تمثيل المغرب في أول نسخة من سوبر الإفريقي ناهيك عن البطولة وكأس العرش.